السلام عليكم متتبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه البريوش بلا خماره وبلا دليك. كيف ما كتشوفوا كيجيو خفاف وهشاش، ان شاء الله غادي يعجبوكم. كالعاده غادي نخليكم مع المقادير وبعد منهم الطريقه. اذا في المقادير غادي نحتاجو 550 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات بحال الميمونه او لتريه، تقريبا هو 5 الكيسان عنبه ونص. عندنا هنا 2 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيده اللي هو كاس عنبه لاروب، 80 مليلتر ديال الزيت اللي هو نص كاس عنبه وافي، 4 يطرو ديال الحليب الدافي اللي هو كاس عنبه وربع، معلقه كبيره خميره الخبز تقريبا 18 غرام، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال قشور الليمون، واخيرا ساشي ديال الفاني. اذا نبداو على بركه الله. في اناء غادي نديروا الخميره، غنضيفوا عليها السكر، 4 يطرو الحليب الدافي، الساشي ديال لافاني، وربعه ديال الدقيق اللي هما 2 كيسان عنبه ونص. في هذه الوصفه ما كنضيفوش الدقيق في دفعه واحده، كنضيفوا على 3 دفعات. مازال غتشوفوا في الفيديو وتفهموا اكثر. وفي الاخير غادي نضيفوا بيضه، والبيض تاع بيضه واحد الصفار غادي نحتفظوا به باش ندهنوا به الكريسات في الاخير. هذا الخليط غادي نطحنوه بالميكسور بلونجور، ممكن انكم تطحنوه بالميكسور العادي اللي بغيتو. المهم هو ان خص يتطحن 2 دقائق عاد توقفوا. من بعد ما طحناه غادي نزيد عليه 2 كيسان عنبه ديال الدقيق اللي هما 200 غرام، يعني من كميه الدقيق كامله كيبقى لينا غير كاس، غادي نحتفظوا به حتى الاخير. دابا غادي نخلطوا مزيان هادشي حتى يولي الخليط منسجم، وغادي ندهنوه مزيان بالزيت من الفوق ونغطيوه ونخليوه يخمر تقريبا ساعه الا ربع. من بعد ما دازت ساعه الا ربع كيف ما كتشوفوا الخليط كيتضاعف الحجم ديالو. دابا غنضيف باقي المكونات اللي هما كاس تاع الدقيق اللي شات ليا، والزيت، والقشورة الليمون، والملح. دابا غادي نخلطوا هادشي مزيان بيدينا تقريبا واحد الدقيقه حتى تولي العجينه كتلصق. وبغيت نقول لكم علاش خليت الزيت حتى الاخير، لانه من الاحسن يتضاف حتى تخدم الجلوتين اللي في العجينه مزيان باش تجينا خفيفه وما تحتاجش الخماره. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت دقيقه كتولي العجينه بحال هكا كتلصق وكتولي مطاطيه وكتجبد هكا كي خاصها تكون. غادي نديرو قدامنا اناء فيه الدقيق واناء فيه الزيت، غادي ندهنوا ايدينا بشويه تاع الزيت غير باش ما تلصقش لينا العجينه، ما تكثروش بزاف. وغادي ناخذ كويرات تكون فيهم تقريبا 90 غرام، ونرشوا شويه تاع الدقيق في البلاصه فين كنخدموا. غادي نحاولوا نقادوا الكويرات في يدينا قبل ما نحطوهم فوق الدقيق ونشكلوهم. نحاولوا نقادوهم دائريين ونحطوهم في الطاوه، ممكن تحطوهم فوق ورق ستيل باد وممكن تحطوهم فوق طاوه مدهونه بالزيت.
من بعد ما شكلنا الطاوه الاولى غادي نحاولوا نبسطوهم بايدينا على شكل دائره. تقريبا يكون القطر ديالها 9 سنتيمتر. انا كنستعين بالدائره اللي كنصاوبوا بها الحرشه باش كتعطيني قياس فيهم كاملين. دابا غادي نحطهم في شي بلاصه مسدوده. من الاحسن تحطهم غير في الفران يكون بارد وتخليهم يخمروا حتى يتنفخوا مزيان ويتضاعف الحجم ديالهم. ومن بعد كملوا العجينه وخدموا الطاوه الثانيه. نقطه مهمه، ما خاصكمش تدهنوهم بصفرة البيض قبل ما يخمروا، خاص تخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم عاد دهنوهم بصفرة البيض وتدخلوهم يطيبوا، والا غادي يطرطقوا لكم في الفران. وصراحه صفرة البيض اللي خليت ما قدنيش ان ندهن به الكريسات كاملين، خاص على الاقل يكون عندكم جوج صفرة البيض باش تمكنوا تدهنوهم كاملين. دابا من بعد ما دهنتهم مزيان ودهنت الجناب ديالهم كنرشهم بالسمسم مزيان، وما تنساوش حتى الجناب. نكونوا سخنا الفران على 180 درجه، الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت. ندخلوهم يطيبوا تقريبا 10 دقائق غير يتنفخوا مزيان، ونهبطوا الحراره ل 160 درجه اللي هي حراره منخفضه اللي عنده المروحه يديرها، ونخليهم يتحمروا على خاطرهم. حاولوا تباعدوا بيناتهم اكثر مني، لان كيف ما كتشوفوا واحد جوجه تتلاصقوا. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كيجيو محمرين وطيبين مزيان ورطبين. وهذا هو الشكل الطاوه الثانيه. بالنسبه للاحتفاظ افضل طريقه هي انكم تغلفوا كل جوجات بالبلاستيك الغذائي، هكذا كيبقى محتفظ على الرطوبه ديالو. وهذا هو الشكل النهائي، وهذه هي الكميه اللي كنحصلوا عليها. تقريبا كنحصلوا على 11 قرصه. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وبصحه والراحه.